السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة سريعة للطالب اللي بيدرس اللغة العربية وبيقول أنا بدرسها ليه؟ طب ما أنا بتكلم عربي أهو، أنا أعمل بيها إيه؟ حابب أقولك اللي أنت بتتكلم بيه ده اسمه اللغة المصرية، اللغة الدارجة، مش لغة عربية. اللغة العربية إن أنت تقرأ القرآن، تفتح القرآن تقرأه هتلاقي فيه كلمات أنت ما انتش فاهمها، هي دي لغة عربية. فأنت تحط نية، ودي رقم واحد، ان انت بتدرس اللغة العربية علشان دينك، بتدرس اللغة العربية عشان لما تقرأ القرآن تفهم معناه بسهولة. تمام. انت بقى لو انت حابب تتعمق في التفسير وكده تقرأ تفسيرات، انما المعنى العام للآية انت فاهمه. بتدرس اللغة العربية علشان النحو، تعرف ليه مثلا قول الله عز وجل وما يضل به إلا الفاسقين، تعرف ربنا قال للفاسقين ليه ما قالش الفاسقون، تعرف انها مفعول به منصوب بالياء. تعرف ليه هي كده؟ علشان شوية العيال اللي بيشككوا في القرآن ويقولك القرآن مكتوب غلط انت تعرف ترد عليهم، او يا عم لو مش هترد عليهم تبقى انت عارف اللي هم بيشككوا فيه ده. مثلا معنى كلمة معناها انت يعني واصل لمعناه، فبالنسبة لك اللي هم بيقولوا ده شوية هري. مثلا قول الله عز وجل، مثلا ناخده مثال يعني وما يضل به الا الفاسقين، يجي عيل يقول لك غلط، الفاسقين غلط، لا ده الفاسقون، تقول له بس يلا ده مفعول به منصوب بالياء، روح العب، معلش يعني. بس انت تبقى عارف اللي هو بيشكك فيه انت عارفه اصلا. بتدرس اللغة العربية علشان لما تيجي تقرأ السنة، تقرأ حديث شريف بنسبة كبيرة جدا المعنى وصل لك. انت بقى لو عاوز تتعمق في تفسير دي حاجة تانية، بس المعنى العام للحديث وصل لك. بتدرس اللغة العربية علشان لما تيجي تقرأ السيرة النبوية أو تقرأ في كتب العلماء أو السلف الصالح، بتبقى اللغة ساعات تبقى لغة صعبة شوية، انت بالنسبة لك المعنى يبقى سهل، معنى الكتاب يبقى سهل، قراءة الكتاب تبقى سهلة، ما تبقاش صعب عليك وتبعد عنه. تمام. فانت بتدرس اللغة العربية علشان ايه؟ عشان ربنا، دي تحطها رقم واحد. بعد كده بقى درجة آخر السنة الحاجات دي كلها مهمة طبعا، لا شك إنها مهمة، بس أنت لما تدرس اللغة العربية وتجتهد 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 فيها ربنا هيكرمك. بس ما تكونش حاطط نية إن ربنا، إن أنت بتدرس اللغة عشان ربنا وأنت ما تذاكرش، أنت عاوز ربنا يوفقك إزاي؟ قال عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني انت لو درست وتعبت وكل حاجة وربنا ما وفقكش في الامتحان، فربنا ما ضيعش تعبك، ثم يجزاه الجزاء الاوفى. تمام. وده مش المعنى اللي احنا جينا عشانه. فانا حابب اقول لك انت بتدرس اللغة العربية عشان ربنا. تمام. فما عدتش تقول تاني انا بدرس اللغة العربية ليه، ويا ريت تبعت الفيديو ده لكل اصحابك اللي بيقولوا كده علشان يعرفوا احنا ليه بندرس اللغة العربية. ودي نعمة والله، وربنا يحفظها من الزوال. تمام. ولو حسيت ان الفيديو ده عجبك او لمس حاجة في قلبك يعني، او هيغير حاجة فيك، ما تنساش تشيره كل اصحابك وتعمل لايك واشتراك عشان تدعمنا في هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.